تتواصل لليوم السابع على التوالي عملية البحث عن الطفلة مروى بوغشيش 12 سنة التي اختفت في ظروف غامضة يوم الخميس 22 ماي بعد مغادرتها متوسطة بحي الزيادية في قسنطينة حوالي الساعة 9:30 صباحا، كما أظهرت كاميرات المراقبة. وفي تطور لافت، قام والي قسنطينة بزيارة لعائلة الطفلة رفقة وفد من السلطات الأمنية والعسكرية للتعبير عن تضامن الدولة ووقوفها إلى جانب الأسرة ومتابعة تطورات القضية عن قرب. عائلة مروى أعلنت عن مكافأة قدرها 100,000 دينار لمن يدلي بمعلومات تساعد في العثور عليها، فيما تعهد محسنون بتقديم مبالغ إضافية. وتصدر اسم الطفلة الترند الجزائري وسط تضامن واسع، خاصة بعد ظهور والدها في فيديو مؤثر يناشد المواطنين المساعدة. ورغم عملية التمشيط المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن، لم يتم العثور على أي أثر لها حتى الآن، وتنفي العائلة وجود أي مشاكل أسرية أو نفسية قد تدفع مروى للهروب. وتعيش والدتها حالة نفسية صعبة في وقت الآن ما وجهت كانش فيه حاجة الأسرة نداء يعني عاجلا إلى كل من أكيدة يملك 100%. معلومة الشرطة بالتواصل يتعمل مع أقرب بعملها. مركز أمني